انسي بقى ان هي تفشل منك تاني، وانسي اي طريقة كنت بتعمليها بيها، وتعالي بقى جربي بطريقتي ديت البسبوسة. من اول مرة تعمليها هتطلع معاكي تحفة وجميلة جدا وناجحة جدا، ومش هتفشل منك خالص. طبعا كلنا على ما ظبطنا ايدينا في البسبوسة دي، كل ستات البيوت طبعا كذا مرة كانت تفشل مننا، لكن بعد الطريقة ديت وبعد المقادير دي مستحيل ان هي تفشل. هتطلع معاكي بالحلاوة والطعامة والجمال. وشايفة بتشرب الشربات ازاي؟ اول ما تحطي الشربات على البسبوسة وتلاقيها شربت منك الشربات، وكل ما تشرب اديها شربات، كل ما تشرب اديها شربات، تعرفي ان هي ناجحة معاكي 100%. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تصلي على النبي وتعملي لي تدوسي لي اشتراك للقناة، وتدوسي كمان على الكل علشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد، وكومنت حلو منك ولايك جميل عشان الفيديو ده تستفادي منه كتير. وفي حاجات خطوات كده لازم تتبعيها لنجاح البسبوسة معاكي وتطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي. طبعا انا اللي عاملاها سمكها مليان شوية عشان تبان معايا كمان في التصوير الطراوة بتاعتها، النعومة بتاعتها. شايفة حاجة كده عسل عسل عسل. وكمان تقدري بقى تزينيها التزيين اللي انت عايزاه. ابسط حاجة عندك شوية جوز الهند هتحطيهم او شوية زبيب. تعالي بقى ندخل الفيديو نشوف عملناها ازاي. اول حاجة معانا 4 كوبايات من السميد، دقيق السميد او دقيق البسبوسة. هتنزلي عليه بنص معلقة من البيكنج باودر وسنة ملح، وهتبتدي تقلبي دي المواد الجافة كده. جهزنا المواد الجافة، نروح بقى كده على البوتاجاز بتاعنا ونجهز معانا المواد السائلة. ايه هي بقى المواد السائلة؟ هتبتدي تحطي على النار كوبايتين من السكر. طبعا انا عاملة 4 كوبايات من السميد، انت تقدري تعملي كوبايتين سميد. الكمية اللي انت عايزاها تزوديها تنقصيها بس بمعيار الكوباية. هنزل عليها بنص كوباية من السكر، يبقى انا حطيت كوبايتين سكر خشنين بتاع التومين عادي خالص، حطيت عليها نص كوباية مية وابتديت اللي انا اقلب فيها. ان شاء الله هعملها كمان معاكم بطريقة تانية حلوة جدا وناجحة جدا. هبتدي ازود كمان نص كوباية مية. بعد ما احط كوباية المية على كوبايتين السكر واقلبهم واسيبهم يغلوا على النار، هنزل عليهم ب5 معالق من السمنة، 5 معالق سمنة. وعندي كوبايتين كبار من الزبادي. ممكن الزبادي يعني كوبايتين، يعني كوباية لبن، ممكن بدلهم كوباية لبن، وممكن كوباية مية من غير زبادي ومن غير لبن، هتطلع معاكي حلوة جدا وناجحة. هنزل عليهم بمعلقة من عسل الكلوكوز. لو هقول لكم البطرمان ده عندي بقاله كام سنة مش هتصدقوا، ورخيص جدا عند اي حد عطار هتلاقيه، وهيقعد عندك سنة واتنين كمان حسب استخدامك ليه في الحلويات. هتبتدي بقى تقلبي كل المواد السائلة دي على النار زي ما انت شايفاه كده حبيبتي، وكمان بتكون بتغلي معاكي. طول ما انت بتقلبي بالذات في الزبادي هياخد معاكي وقت على ما تفكي التكتلات بتاعته، انما لو لبن هيبقى سهل، وكمان المية هتبقى سهل. بعد ما قلبت المواد السائلة وغليت، ابتديت اللي انا نزلتها كلها على الصميت بتاعي. ممكن تكون الحتة وانا بنزلها دي اتحذفت مني، بس انا نزلت كل المواد السائلة على المواد الجاف وهي سخنة عادي خالص، ما تقلقيش. ممكن تسيبيها تهدى زي 5 دقايق مش اكتر، يعني ما تقلقيش من السخونة بتاعتي. وتقلبي بقى البسبوسة، ما تعجنيش، يا دوبك تدوبي السميد في قلب المادة السائلة، اوعي تعجنيها، تقلبيها بسيطة خالص كده بالمعلقة. وبعد كده تجيبي الصينية بتاعتك وتدهنيها سمنة بكمية حلوة، وتبتدي اللي انت تفردي البسبوسة. زي ما انا قلتلك المقادير بتاعتي دي ممكن على صينيتين صغيرين، لكن انا حطيتهم على صينية واحدة زي ما انتوا شايفين. وانتظروني بقى فيديو جديد، ومع السلامة. توت